السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية بركات. طبعا انتوا بتسألوا انا ليه بصور الغسالة دلوقتي. غسالتي شقيت معايا سنين عمري يعني. بصوا اتدمرت تماما. البارومة كلتها. طبعا عايزة تتصلح. بكام بقى؟ عايزة تتصلح ب2000 جنيه. بس هي حلوة، بس هي ايه، البارومة هي اللي دمرتها يعني. طب ايه، نقعد كده يعني من غير ما نغسل يعني ولا ايه؟ لا، اكيد في حل يعني، اكيد في حل. تابعوني بقى، خليكم معايا لغايه ما اوريكم الحل اللذيذ اللي انا وصلت له. انا بقالي شهر على فكره، يعني انا ايه زي ما تقولوا بقيت خبره في الموضوع. لما الغساله تبوظ اتصرف ازاي. انا بقى واي مامي صغيره زي كده لازم نتصرف يا جماعه، لازم نساعد جوازنا وكده يعني. اكيد مش هناكل بعض. استنوا بقى، خليكم معايا اوريكم انا توصلت الحل ايه، اختراع رهيب. ايوه، هو ده الحل بقى. شفتوا ايه الحل؟ ادي الطبق وادي الاريال. هو ده الحل يا جماعه. وده طبق للشطيف، واحد للغسيل وواحد تشطفي فيه. طب هعمل ازاي؟ انا عمري في حياتي ما غسلت على ايدي. لا، اتعلمي. هتجيبي بقى تملي الميه كده وتدلقيها من فوق. بصي، كل ما تدلقي من فوق كل ما تغلي. ادلقي بقى واملي الطبق على اخره. يبقى ده فيه ايه؟ ده نغسل فيه ونطلع من هنا ونحطنا في ميه نظيفه. الميه دي نشطف فيها الهدوم. تمام تمام. طيب بعد ما غسلت بقى وتعبت وشطفت نفترض بقى مثلا في هدوم تقيله. طبعا احنا في هدوم الشتاء، الهدوم تقيله حطيها على الحوض لغايه اما تتصفى. حلو كده. وبعد كده انشريها. طب انا هغسل ازاي؟ امسكي مروش الهدوم ومروشيها بايدك كده كانك بتنتقمي من عدو يعني، لغايه ما الهدوم تنضف. ايوه، هو تعب شويه بس يعني اكيد مش هنقعد كده لغايه يعني ما نحوش فلوس تمن تصليح الغساله. ومش هنحوش يعني في يوم وليله، صح كده؟ طب دي نقطه. تاني نقطه بقى، الهدوم. طيب انا ما اعرفش، انا ما كنتش اعرف، كنت بغسل كل الهدوم على بعض مع بعض اي حاجه. طب بقيت اعمل ايه؟ بقيت افصل بقى الهدوم البيضاء عن الملونه، واغسل الابيض الاول في ميه نظيفه. لو الميه اتعكرت بغيرها برضو بنفس النظام كده، الطبق كله واحط اريال ونفس النظام برضو، واملى الطبق من ميه من فوق كده عشان الاريال يرغي زي ما انتم شايفين. بس ولغايه ما احوش فلوس الغساله ان انا اصلحها. وهعمل ايه طيب؟ ما هو المفروض اي واحده مثلا ظروف صعبه تقف تساند جوزها. اكيد مش هتسيب عيالها كده ماشيين بهدومها مش نظيفه، او جوزها مثلا، او هي. طبيعي لازم نتصرف. هنرجع بقى لايام جدودنا بقى ما كانوا بيغسلوا بنفس الطريقه دي. بس طبعا هما كانوا بيغسلوا في طشت طبعا. طيب هنعمل ايه؟ انا قلت بقى اشارككم اللي انا بعمله بقالي شهر. وده كرسي هقعد عليه. اكيد مش هفضل يعني قاعده كده. ده كرسي هقعد عليه، كرسي تواليت. بس يا جماعه سوري بقى على المنظر ان انا بصور لكم في التواليت دلوقتي، بس لازم اغسل هنا لان الدنيا بتتغرق تماما يعني. كل الارض بتتغرق، وكل من الغسيل والشطيف بقى الدنيا بتغرق في الشتاء. في الشتاء هنعمل ايه طيب؟ اكيد يعني لازم الواحد يتعلم ولازم نشيل بعض لغايه اما ربنا ييسر الامور والاوضاع ترجع اللي زي الاول وكده. حبيت بس اشارككم لاني فعلا كنت محتاسه في الاول. ما كنتش عارفه اعمل ايه، ما كنتش عارفه اغسل اصلا. فبقيت بقى احاول لغايه ما توصلت بقى لاقصى حل اللي هو الايه، اقصى نظافه يعني، زي الغساله واكتر كمان. بس بقى يا ريت بقى تدعموا الفيديو بتاعي. هنشارك بعض في حاجات، هنشارك بعض في يوميات. محدش بقى لو حد عنده حاجه او حد عايز افكار، حد فيه بيسأل عن حاجات، عادي هنشارك بعض. نسأل بعض عادي، السؤال مش عيب يعني. انا حبيت اشارككم بحاجه زي كده ان انا فعلا يعني ما حدش، اكيد غسالاتنا بتبص يعني، ما حدش يتكسف يقول. طبيعي، ده طبيعه الايام يعني، كل حاجه ليها عمر. طب هنجيب منين؟ هنعمل ايه؟ الدنيا غاليه، هنتصرف ونشارك بعض وكلنا اخوات يعني. بس انا عايزاكم تدعموا الفيديو بتاعي بلايك، ويا ريت تشتركوا في القناه ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا شكرا.